علشان تعمل اي حاجة في الدنيا لازم تكون عارف ازاي تعملها، والمعرفة دي ممكن تكون سبب لأكبر نجاح ممكن تشوفه في حياتك أو السبب الأساسي لفشلك واكتئابك. فمهم قوي إنك تتعلم إزاي تتعلم. أهلا وهلا ومرحبا في حاجات عايزين نتكلم عن فيديو جديد علينا سعيد. بقالي كتير قوي ما عملتش فيديوهات طويلة، فقررت اني لما ارجع اتكلم عن اكتر حاجة انا بعرف اعملها، وهي اني اتعلم اعمل حاجة جديدة. فهو ازاي تتعلم انك تتعلم؟ حلو انك تتعلم تعمل حاجات جديدة زي الكروشيه، التفصيل، الديزاين، المونتاج او حتى التصوير، حتى لو اللي هتتعلمه ده وصفة طبخ جديدة. ولكن اللي لاحظته لما بتكلم عن الموضوع ده ان اغلب المسج او الكومنتس اللي بتجيلي احنا اصلا مش عارفين نبدأ ازاي او نتعلم منين. وبما اني جربت اني اتعلم اكتر من حاجة، فقعدت كده احلل وتكتك وادور، لقيت بيسو معدي، قلت اوكي ساعدوني، واللي وصلت له في الاخر ان حرفيا تقريبا كل حاجة شبه التانية. الفصل الاول، ما تجرب يا اخي، هو انت عندك حاجة تخسرها؟ وخلينا ناخد مثال معانا. انا صحيت في يوم قررت اني عايزة اتعلم اعمل مجات فخار، بما انها حاجة فعلا نفسي اتعلمها ولكن انا مكسلة. فاول سؤال هنا هيجي في دماغ اي حد، هو ايه اصلا الشيء ده؟ وهنا عندك حلين. الحل التراديشنال اللي الناس اللي بقوا كبار زي كده وعارفين هم عايزين يعملوا ايه في حياتهم ومش بيصحوا كل يوم يتساءلوا احنا عايزين نطلع ايه لما نكبر. من الاخر الحل اللي انا وجيلي والجيل اللي اكبر مني حته بسيطه عشناه، وهو نروح نسال يوتيوب ما هو او وات از الشيء ده، وهتلاقي ملايين الفيديوهات بتتكلم عنه. وخدها مني ثقة، اي حاجة بتدور عليها على اليوتيوب هتلاقي عمه هندي ولا تايلاندي ولا اسباني ولا حتى بيتكلم لغة انت اصلا مش عارف ايه دي في الحياة، بس في ترجمة تحت ما تقلقوش يعني، هتلاقيه بيشرح الشيء ده. وحقيقي انت في اللحظة دي عمرك ما هتعرف ايه الفيديو المفيد وايه اللي لا. فالحل البديهي هنا صديقي العزيز انك هتشوف الفيديو اللي حاسس انه عاجبك. على المستوى الشخصي انا بحب الفيديوهات القصيرة اللي مش طويلة قوي، بالكتير متوسطة كده في الوقت بتاعها، واللي يا ريت يعني لو ما فيهاش اساءة قلة ادب تكون 4K او HD كده. انت فاهمني صح؟ حلو زي الفل. هتبدأ بقى تشوف كام فيديو كده من اللي بيظهروا قدامك، وقول كده مثلا على الفيديو الثامن هتبدأ تكون صورة عامة عن الحاجة اللي عايز تتعلمها وتعمل سيرش عنها. زي مثلا انا فهمت اني عشان اعمل فخار لازم اتعلم الحرفة نفسها بتاعت اني اعرف اتعامل مع الطين بتاع الفخار، وعرفت ان اصلا في انواع من الطين وبتختلف من نوع لنوع، والنتيجة اللي بتطلع من كل نوع بتبقى مختلفة، بتختلف بقى في الشكل النهائي، التحمل، المتانة. واثناء عملية البحث دي بقى انا بتقع في ايدي قنوات بتبقى متخصصة حرفيا في الحاجة اللي انا بدور عليها. زي مثلا قناة بتقولك ازاي تعرف تعمل فخار، قناة تانية بتقولك ازاي تعمل تحديدا مجات من الفخار. وهنا خليني اوضح لك ان هما عبارة عن 3 خطوات بيتكرروا كل مرة مع اختلاف الحاجة اللي بتتعلمها. الفصل الثاني، احمد زي الحاج احمد. لو غيرنا كلمه فخار بجرافيك ديزاين او مونتاج او حتى تفصيل وخياطه، هتلاقي ان اول حاجه انك محتاج تتعلم المهاره نفسها بتاعه الحاجه دي، سواء انك تكون جرافيك ديزاينر، سواء انك تتعلم ازاي تقص الهدوم وتقعد على المكنه. تاني حاجه هتبدا تلاقي ان في انواع من اي حاجه بتدور عليها. انواع الجرافيك ديزاين مثلا انك تعمل لوجو، في التايبوجرافي، في الموشن جرافيك، في السوشيال ميديا ديزاين وحاجات تانية غيرهم كتير. ثالث خطوة هتلاقي دايما قنوات متخصصة، مهما كانت الحاجة اللي بتدور عليها هتلاقي ليها قناة متخصصة بتشرح الحاجة دي. واسمعها مني، مش قناة واحدة، قناة و2 و3، كل مهمتهم في الحياة انهم يتكلموا عن الجرافيك ديزاين، وعاملين بقى فيديوهات تعليمية، توتوريالز، تيبس وتريكس، وترابيزات بلياردو وبينج. انت مش لازم تقف عند اليوتيوب بس، حاجة كمان زي تيك توك مثلا ممكن تبدأ تدور على الناس بتعمل الحاجة اللي عايز تتعلمها دي عليه. ونفس الكلام ينطبق على انستجرام، لما تعمل سيرش عن حد بيتكلم عن الجرافيك ديزاين وتشوف الفيديو بتاعه كامل، الالجوريزم بنفسه بعد شوية هيطلع لك فيديو تاني كده في وسط الفيديوهات. لو شفت الفيديو ده كامل خلاص الالجوريزم هنا عارف انك عايز المحتوى ده. ولكن الميزه هنا بقى ان الوقت اللي بتقضيه كل يوم في السكرولينج هيتحول بدل ما هو حرفيا تضييع وقت، هيبقى كانك بتتعلم الحاجه اللي انت عايز تتعلمها دي لمده
24 ساعه، وعمال بقى تاخد تغذيه بصريه عنها طول الوقت. وفي اللحظه دي اظن ان الدنيا هتبدا تكون وضحت. انت فهمت ايه الشيء ده، فهمت ايه الحاجات اللي محتاج تتعلمها علشان تبدا تعمله، وشفت كمان انواع علشان تبدا تقرر انت عايز تجرب في انهي نوع الاول. ولقيت بالصدفه كمان وانت بتدور ناس بتعمل الشيء ده ومتخصصين فيه. يعني اظن كده بقى ان الباقي عليك. وهنا انا شخصيا اتوقع اني الاقي منك سؤال، والسؤال هو ازاي هعرف ان الشخص اللي بدات اتفرج عليه او الكورس اللي اخترت اني اشوفه او الحاجه اللي اخترت اني اتعلمها دي احسن اختيار؟ الحقيقه انت مش هتعرف. وهنا بقى التويست. الفصل الثالث ده دارس جوه وبره. عن تجربة انت اغلب الوقت عمرك ما بتكون عارف الحاجة اللي انت اخترت تعملها دي بتكون اختيار صح ولا لا. ولو فكرت فيها فدي حياتنا عموما. الكلية اللي اخترت تدخلها ما كنتش تعرف هل دي احسن اختيار ولا فعلا في احسن. شريك حياتك اللي اخترته انت ما تعرفش ده كان انسب اختيار ليك ولا لا. وهنا بقى انا بقتنع بفكرة ان في سبب ان ربنا يخلي الحاجة دي تحصل لك. في سبب انك لازم تشتغل في المكان اللي اشتغلت فيه ده، مش لانه احسن مكان، ممكن يكون فعلا الاحسن، او ممكن علشان تتعرف فيه على ناس كان لازم تتعرف عليهم. في سبب انك قابلت شخص ما علشان يكون ده هو انسب حد يعتبر كشريك حياتك، وشخص تاني كان لازم تقابله علشان تحصل لك حاجة معينة او تعرف حاجة معينة في حياتك. نفس الشيء اللي هتتعلمه عمره ما هيترمي على الارض. ممكن مثلا تشوف كورس كامل وتفتكر انك ما استفدتش، وتشوف بعديه كورسات تانية اجمد منه، ولكن في مرة كده في التاسكاية في الشغل اللي هتكون معصلجة معاك ومش عايزة تتحل، هتلاقي ان الكورس اللي فاكر انك ما استفدتش منه اتقال كده فيه معلومة مهمشة في النص، والحقيقة ان المعلومة دي ما اتقالتش في كل الكورسات التانية، والمعلومة دي كانت بطريقة ما هي اللي خلتك تحل المشكلة اللي بتواجهك دلوقتي. وامثلة بقى من دي كتير انا شخصيا جربتها. افتكر اني قعدت 3 سنين بذاكر انيميشن وازاي اعمل فيديوهات زي بتاعه طحالب والحاجات الجامده دي، وكنت ناويه ابدا انافس الناس دي حرفيا في السوق لو كنت استمريت بس شويه. بس وقفت لاني الصراحه انشغلت، والمجال ده محتاج صحة مش عندي. ولكن يشاء ربنا بعد 3 سنين الاقي فاينل بروجكت في مادة جرافيكس في هندسة طبية، اللي هو اصلا القسم ملوش اي علاقة بالمادة دي ولا البروجكت بتاعها، وكان مطلوب ان البروجكت ده يتعمل كانيميشن فيديو. وطبعا لا اخفي عليكم سرا اتعمل وقتها كده، وما سحلتش نفسي بقى في اني اتعلم واتزنق في حاجات جديده في نص الترم الدراسي اللي اصلا بنبقى في قمه الزنقه فيه. فملخص القصه دي يا صديقي العزيز ان مفيش حاجه بتروح، مفيش مجهود بيترمي على الارض. ده غير بقى عقليتك اللي بتتغير وبتتطور لما تلاقي اكتر من شخص بيتكلم عن حاجه معينه، وكل واحد من دول بيتكلم من منظوره، وانت بقى بتلم معلومات من كل دول. وبعد الرغي الطويل ده بقى فاكر لما قلت لك في الاول خالص، وهنا عندك حلين. الفصل الرابع انا بزهق بسرعه. فكر معايا كده في 2025 ايه ممكن يكون الحل التاني. معاك 3 ثواني فكر كده، فكر انا مش بستعجلك، فكر معايا. لا الصراحه انا بستعجلك. هتسأل شات جي بي تي. خليني اقول لكم عن الجمله اللي انا بقالي فتره كبيره قوي من حياتي بحب استخدمها: الهروب التكتيكي لتجنب الحكي والميكي. شات جي بي تي هنا هو الحل التكتيكي لتجنب كل الحكي والميكي. نرجع تاني مع بعض لمثال المجات. انا هدخل لشات جي بي تي واقول له بكل بساطه وهساله ايه هي مجات الفخار، وايه هي المهارات اللي احتاج اتعلمها علشان اعمل مجات فخار، وايه انواعهم والماتيريال اللي بنستخدمها علشان نعملهم، وتبقى عملت معايا واجب لو رشحت لي قنوات متخصصه بتتكلم في المواضيع دي. وهنا احنا هنسيبه مع نفسه شويه. في اللحظات دي ممكن نسال نفسنا يا ترى ماما عامله غداء النهارده، وهتفوت تلاقيه يا دوبك لسه مخلص. ومش مخلص بس، ده مديك شرح كافي وافي لكل حاجه سالت عنها. ولكن الحلو ما بيكملش. على قد ما اننا نستخدم شات جي بي تي حاجه تعتبر ليها مميزات كتير جدا، ولكن مفيش حاجه في الدنيا ملهاش عيوب. واكيد لو هنتكلم عن المميزات في اولها هتكون توفير الوقت. دود احنا في عصر السرعه وضيق الخلق الصراحه، فلما تلاقي ان في حد موجود ممكن يشرح لك كل حاجه من طقطق لسلام عليكم، انت حرفيا ممكن تعزمه على الغدا في البيت اللي لسه متعرفش هي يا ترى ماما عامله غدا ايه النهارده. بس العيب هنا اللي مش بيخليني ابدا بشات جي بي تي في الاول الاستسهال.
وانك فعلا هيفوتك كتير. ميزه الطريقه التراديشنال كده بالظبط، انت هتعرف معلومات كتير وانت بتدور في الفيديو، وكمان انك تسمع ناس كتير بتتكلم عن نفس الحاجه ده هيزود من خبرتك. والعيب الاخطر من وجهه نظري، شات جي بي تي مش هيقولك على حاجه لو ما سالتش عنها. هتقولي سهله، طب ما اساله، بس خد بالك انت ممكن ما تكونش تعرف ان الحاجه دي موجوده اصلا. فكر فيها معايا كده. فالحقيقه ان شات جي بي تي عظيم جدا، وانا شخصيا بعتمد عليه في حاجات كتير قوي في حياتي، بس المفروض اننا نخليه البوصله اللي بتوجهنا للطريق اللي نبدا احنا بقى نمشي فيه. تاخد بقى شنطتك تمشي في الطريق ده وتبدا تدور هناك براحتك، مش تاخد منه كل المعلومات وتفتكر انك كده دارس جوه وبره. يعني من الاخر اقدر اقول لك ان شات جي بي تي هو البدايه اللي هتدخلك في الطريقه التراديشنال اللي كلمتك عنها في الاول. الفصل الخامس، خلصنا مرقعه، نشتغل بقى. كلام جميل انك عرفت ازاي تبدا تتعلم حاجه من غير ما تستسهل، من غير ما تسال هل الكورس ده حلو، طب كفايه، كل بقى انواع الاسئله اللي شبه دي. بس خليني بقى اقول لك الحاجه المهمه في كل اللي فات، انت لو ما طبقتش كانك ما عدتش على تعليم، وعلشان كده لازم تجرب. هي فرحتي بحبه المعلومات اللي دخلوا مخك من غير ما تعمل بيهم اي حاجه. تعلم وتفشل كتير قوي، ولكن في مرحلة ما هتبص كده هتلاقي في نور جايلك من بعيد قوي. ما تقلقش، ده خسوف بلمبة. وفي النهاية اتمنى يكون الفيديو ده مفيد بالنسبة لكم ولو شوية قد كده. هستناكم بقى في الكومنتس نتكلم مع بعض، علشان انتوا اللي هتحددوا الفيديو الجاي هيكون بيتكلم عن ايه. ولو اول مرة تشوفني فما تنساش تعمل سبسكرايب علشان تشوف كل الفيديوهات اللي هعملها بعد كده. وبس كده، سلام. تن تارارارارا رارارارارا تن تارارارارا رارارارارا تن